السلام عليكم، معاكم هلا حجازي من قناة حلو حادق. احنا النهاردة عملنا البيتي فور بمقادير مظبوطة جدا، هيطلع احلى 1000 مرة من اللي بتجيبيه من برا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. والمقادير دي تحدي لأي محل يعارضني فيها، وبألف هنا وشفا مقدما. يلا نقول مقاديرنا. احنا معايا دلوقتي دقيق لجميع الأغراض، كمان أنا مش عاملاه دقيق مخصوص للكحك والبسكوت، هو دقيق لجميع الأغراض، بس هو نوع حلو يعني شوية، أنا جربته قبل كده اسمه أحلى. معايا نص كيلو دقيق، معايا كوباية سكر بودرة، معايا 450 جرام زبدة، أنا عاملاها ميكس ما بين الزبدة الطبيعي والزبدة الصناعي، ومعايا يعني بيضة واحدة كاملة و3 أصفر بيض، ومعايا رشة ملح صغنططة، يعني تقريبا أقل من ربع معلقة صغيرة، ومعايا فانيليا سايلة. أظن مفيش أسهل من كده مقادير ومكونات. المقادير دي يا جماعة عايزة أقول لكم إنها يعني مقادير دقيقة جدا. طبعا الزبدة تبقى بدرجة حرارة المطبخ، يعني تكون خارجة كده من التلاجة قبليها مثلا بساعة أو بساعتين برا التلاجة خالص. خلاص، يعني تكون زبدة طرية، بس مش طرية لدرجة انها تبقى سايحة، لا، تبقى يا دوبك بدرجة الحرارة. لما تحطي صوابعك عليها كده، صباعك ما يغرس للآخر ولكن يعلم. خلاص، هحط كده بقى الزبدة في العجان، او لو عندك مضرب بيض مفيش اي مشكلة، واضربيها كده ضربة خفيفة، وبعد كده هنحط عليها كوباية السكر البودرة، واضربيها بقى كويس جدا 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 لغاية اما تبقى هشة وكريمي وتبقى لونها فاتح. بصوا بقى شكلها اتغير ازاي اهو، لونها افتحها خالص، الصفار بتاع الزبدة راح تماما. خلاص، هنبتدي بقى نحط فانيليا على البيض، يعني احط كده نقطتين 3، وهنحط كده بيضة. انا هحط البيضة الكاملة الاول، وبعدين هحط صفار. اول ما تختفي البيضة الكاملة خالص هتحطي صفار، كل ما يختفي الصفار مع الزبدة والسكر هنحط كمان صفار. خلاص، والبيض برضو يبقى بدرجة حرارة المطبخ علشان مش عايزين الزبدة تخرز منك، يعني تعمل زي خرز كده. لو البيض ساقع من التلاجة على طول الزبدة هتخرز منك، احنا مش عايزين الخطوة دي، احنا عايزينه كده يندمج كله في بعضه ويبقى قوامه قوام كريمي. طبعا كل مدة كده او كل كام ضربة كده باخده كده بالسباتولا، اخده كده هو كل الجوانب ومن تحت علشان المقادير كلها تتخلط ببعضها كويس جدا. خلاص، خلصنا بقى الخطوة دي. هحط بقى هحط دلوقتي الدقيق ورشة الملح. هحط كده رشة الملح على الدقيق، طبعا الدقيق يا جماعة يبقى منخول، عشان نخل الدقيق بيدخله كده هوا، وبيبقى كده القوام بتاعه كده هش، وهو ده اللي احنا عاوزينه. خلاص، هنحط بقى كده الدقيق، وهنسيب منه كده شوية صغيرين كام معلقة كده في الآخر، ده علشان ان كل دقيق مش زي التاني. ممكن الدقيق احنا عايزين بس نخلط كده الاول ونشوف القوام، لو القوام ملزق قوي والدنيا مش مظبوطة هنحط بقية الدقيق. طبعا كل اللي بيشتغل في البيتي فور او في اي معجنات لازم برضو يسيب كده شوية من الدقيق في الاخر، ما يحطوش كله، عشان مش ضامنين الظروف وكل دقيق مش زي التاني. خلاص، حطيت بقى الكف بتاع الخلط، وخلطنا الدقيق مع الزبدة والسكر والبيض. طبعا لان البيتي فور يا جماعة ما بيتعجنش، البيتي فور بيتقلب.
وده الكف بتاع التقليب. خلاص، وزيادة بقى تأكيد برضو هاخد كده بالسباتولا من فوق لتحت علشان اضمن ان كل المكونات اختلطت مع بعضها، مفيش بقى زبدة من تحت ولا في مكان بيض ولا في اي حاجة خالص، كله اختلط مع بعضه. خلاص، طبعا انا ما صورتش الحتة دي، انا اسفة جدا سامحوني. انا خدت نص الخليط حطيت عليه معلقة كاكاو خام، وطبعا الكاكاو الاسباني الخام يا جماعة هو احسن نوع، وعملته بالشوكولاتة. وهنا عندي القمع ده، القمع ده احسن قمع تعملي بيه البيتي فور، بيبقى رسمته حلوة جدا وفي نفس الوقت كده صغير كده وجميل. والقمع ده يا جماعة بيبقى مكتوب كده عليه رقم، وده رقمه 4B. خلاص، هنحط بقى كده هوت عجينة البيتي فور في كيس حلواني، وهحط طبعا قبليها القمع، وهنبتدي كده ايه نشكله. اولا تشكيله بيبقى سهل جدا جدا، لانه البيتي فور بيبقى طري قوي، مش بيعوز يعني ضغط جامد على الكيس، لانه هو ما شاء الله طري وبينزل بسرعة من الكيس. طيب، في خطوة مهمة جدا، انا بعد ما اخدت قطعة كده صغيرة من العجين حطيتها في الكيس، الباقي كله دخل التلاجة. ودي حاجة مهمة جدا عشان البيتي فور ما يفرش منك، وما تلاقيهوش في قلب الصينية سايب كده الزبدة بتاعته، او الزبدة بتاعته خرجت منه وفارش. خلاص، وطبعا الفرن لازم يبقى سخن، والبيتي فور ما بنسيبهوش بره، مش بنشكله ونسيبه بره. البيتي فور اول ما بنشكله على طول بيخش الفرن في وقتها، يعني قبل ما نشكل البيتي فور بشوية كمان لازم الفرن عندي يبقى سخن على درجة حرارة 180، وما بياخدش وقت في الفرن لانه بيبقى خفيف على طول، بتبقي ايه مراقباه. يبقى الفرن سخن، واول ما بتدخلي الصينية على طول بتقعدي 10 دقايق بالظبط، وتفتحي عليها وتشوفي لو خد لون من تحت خلاص كده هو يبقى استوى. اهو بصوا بقى ده شكله بعد ما خرج من الفرن، طبعا على رف اوسط، وتبقي مراقباه كويس جدا، يعني تقريبا تبقي واقفة كده هو مستنياه علشان ما يتحرقش منك. بصوا بقى طلع هش وناعم ومفيش احسن من كده، والله تحفة، واحسن 1000 مرة باللي بنجيبه من بره. وكمان الاسعار السنة دي يعني مش عايزة اقول لكم، يعني الاسعار غالية جدا جدا جدا، يعني فوق حاجة كده فوق الوصف. طبعا اللي عنده المفرش السيليكون ده يا جماعة بنستغنى عن الكيس، بس انا حبيت برضو احط الكيس علشان برضو بيحمي برضو شوية من ان المفرش يتوسخ كده ويبوظ قوي. خلاص، بس اللي عنده المفرش ده بيستغنى عن الكيس، واللي ما عندوش المفرش بيحط ايه الكيس البلاستيك ده، بنفتحه كده كيس التلاجة وبنحطه علشان يبقى سهل ان احنا نشيل من عليه البيتي فور وهو بالشوكولاتة. خلاص، انا طبعا كنت عاملة فستق كداب، ان شاء الله هبقى انزله لكم في القناة. طبعا الفستق طبعا الفستق الحلبي طبعا غالي جدا 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 يعني، فطبعا مش معقولة هنعمل بيه. خلاص، وعندي هنا سبرينكل برضو جايبان محل الحلواني، وعندي شوكولاتة البيضة والشوكولاتة البني. وطبعا الشوكولاتة بحط عليها 2-3 زيت، وبسخن الفرن او بحطها في الميكرويف. اللي ما عندوش ميكرويف بنحطه في الفرن ساخن ومطفي، يعني بسخن الفرن وبطفيه، وبحط فيه الشوكولاتة في البولة كده هوت وبتسيح. خلاص، هاخد بقى كده هوت البيتي فور بتاعي. طبعا ظبطي بقى المقاسات بتاعتك وانتي بتشكليه، وهلزقه كده من جوه بالشوكولاتة، وبعد كده اغمسه في قلب الشوكولاتة. طبعا ده انا غمسته نصه بس، فيه طبعا شوية كده غمستهم كلهم، ده برضو بيبقى تحفة.
اللي بيتغمس كله في قلب الشوكولاتة، يعني بيتدارى كله في الشوكولاتة، بيبقى حلو قوي. طبعا التشكيل كان حلو قوي 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 ما شاء الله. مش عايزة اقول لكم بقى، طلع شكله تحفة اكنك جايباه من احسن محل. مقادير البيتي فور سهلة جدا، وتشكيله كمان سهل جدا، يعني بصراحة هو مش عايز اي مجهود. بس طبعا انا عملت لكم نص كيلو، يعني اللي عملته معاكم ده في الفيديو عملت نص كيلو من الدقيق، بس انا ضاعفت الكمية بعد كده وعملت كمان نص كيلو، يعني الكمية دي كانت ما شاء الله كيلو دقيق. نزل لي بقى كمية حلوة جدا. ده بقى اللي انا كنت بغمسه في قلب الشوكولاتة كله اهو. نطلعه كده بالشوكة وبالراحة نحطه على الكيس او المفرش السيليكون. كان شكله تحفة، وبألف هنا وشفا مقدما. ما تنسوش لايك وشير كتير واشتراك في القناة، وشجعونا باللايك والشير، وشجعونا كمان بدعوة حلوة. نسألكم الدعاء في الأيام الوترية، ربنا يتقبل إن شاء الله، يتقبل مننا ومنكم. وده بقى شكله بعد ما خلصناه كله اهو. هنبتدي بقى نرصه كده اهو. طبعا اللي بنخلصه ونحطه في صينية لازم برضو يبقى على كيس، وندخله التلاجة. لازم يجمد في التلاجة عشان الشوكولاتة يا جماعة، عشان تقدري تطلعيه كده هو من على الكيس وهو كده متماسك مع بعضه، ويبقى يحتفظ بشكله وبالتزيين اللي انت زينتيه. طبعا اللي على المفرش السيليكون طبعا شغلنا عليه المروحة وسيبناه كده فترة لغاية اما ينشف كويس. لكن اللي كنا عاملينه في الصواني ده دخلناه التلاجة لغاية اما مسك كده هوت وبقى متماسك والشوكولاتة نشفت عليه. ابتدينا بقى ان احنا نرصه في العلب. وبألف هنا وشفا مقدما. ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة، شجعونا، لان حقيقي عشان القناة تكبر بيكم وليكم لازم ان انتوا تعملوا الشير واللايك. وكمان عشان بصراحة احنا بنتعب جدا جدا جدا، فيديوهات الطبخ بتبقى متعبة جدا. بصوا بقى شكله تحفة. وبألف هنا وشفا مقدما. سلام عليكم.